وما نقول إلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلم ما يعرفش يطلع عليه. اوعى بس. طب احنا قلنا لحد من اهله ان احنا نوديه نعالجه الكلام ده كله مفيش فايده. تعال يا ابو علي كده وري الديل وري ما بيتكلمش شيء. لا مؤاخذة بقرة وديل بقرة. احنا اسفين ما قدرناش نجيبوا باقي الحالة ولا ايديها وما ينفعش نجيبوا وشه اول حاجة عشان خاطر بشاعة المنظر. وما نقول الا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحالة دي الوحيدة اللي في جمهورية مصر العربية اللي هي زي الحالة بتاعت الهند. الإعلام ما تكلمش عليه ولا النت ما تكلمش عليه ولا أي حد في الدنيا ما تكلمش عليه. ما لقي لهاش حل. شفنا الحالة في الهند. شفنا الحالة في الهند. ومع الأسف أهل الحالة دي ولا راضيين يطلعوها في التلفزيون ولا راضيين يطلعوها في الصحافة ولا راضيين يطلعوها على النت. الحمد لله بفضل ربنا قدرنا نقنع حد من أهلها إن إحنا ناجوا ونصوروا مع الحالة اللي انتم شايفينها قدامكم. دي رجلين بقرة، نص بقرة ونص. ده حتى يعني من زمان قاعدة. شفت العملات من متى؟ يعني العملة دي من سنة 1961 الجنيه. ده بص تعالى كده تعالي. دي 5 قروش من سنة 1940. 93 سنة. 93 سنة. ملك مصر فاروق الأول. دي العملات يا اخواننا اللي لقيناها معاها. يعني قاعدة هو قاعد عنده بتاع 100 سنة. الحالة لما شفناها في الهند مع الأسف ما عرفوناش شيء الحقيقي. ما عرفوناش الحقيقة بتاعت المقطع. ما كملوش المقطع. تمام. ما عرفوناش شيء الحقيقي مع ان المقطع ده انتشر في العالم كله وجاب مليار مشاهدة. مليار مشاهدة من غير ما يكشفوا الخدعة بتاعت اللي هي قاعدة وعاملين فيها رجل بقر. وكان ديلها ما يتحرك زي ديل الراجل بتاعني. كان بيتحرك زي كده. بس ما قالوناش الحقيقي. ما قلناش انه ده بني ادم وجايبين له رجليا وجايبين له رجليا وكشفوا لنا مثلا الحقيقي. لا ما كشفوش الحقيقة. ما كشفوش الحقيقة هم بس خلوا المشهد كامل عشان العالم كله يصدقوا. وحققوا نسبة مشاهدة عندهم. حققوا نسبة مشاهدة عندهم. ان احنا عشان خاطر نحققوا نسبة مشاهدة نشتغل على التيك توك ونقولوا كبسوا ونشتغلوا في قلة القيمة وقلة الأدب والمسخرة والأكل في الطبيخ في مش عارف هي. أي واحدة دروكيتي بيجي تصور المطبخ بتاعي وتقعد تطبخ وحاجة قرف وآخر قلة أدب. فإحنا حبينا نعملوا الفيديو ديتي إنه أي حاجة على النت ما تصدقها شيء. تمام. لانهم ما وضحوش الحقيقه بتاعت الفيديو بتاع الهند اللي جاب مليار مشاهده. احنا وضحنا الحقيقه بتاعت الهند. جبنا الرجلين دي. وهات احمد الديل. وجبنا الديل دي كده. الديل دي عشان خاطر نعمل احلى طواجن عكاوي. تمام. واحلى كوارع. تمام. النهارده ان شاء الله على الفطار. زائد انه الرجل عامله كام؟ 125 جنيه. ال 125 مش هتجيب لك فروجه. يعني انت عايز فروجه بدا بياضه مش هتغذيك ومش هتفيدك. لا ده رجل ب 125
كفيلة قعدت 3 أيام تاكل فيه، ده غير اللي في الماسورة من جوا. وحاجة هتغذيك يا ابو عمو، طبق الشوربة احسن من البيضة بياضة اللي احنا اما نقوله غلي غلي غلي. وفي نفس الوقت مش مستفادين منه. خلاص يا محمد قوم معليهش. واحنا اسفين على بشاعة المنظر في اول الفيديو، بس حبينا نوضح حقيقة الفيديو بتاع الهند اللي هو انتشر. زائد اي حد حب يعمل محتوى، راعي المشاهد اللي هيتفرج عليك، تراعي الاطفال اللي هتشاهدك وهتشوفك. فلازم نراعي ربنا في ضميرنا، نراعي ربنا في المحتوى اللي هننزلوه، ونراعي ربنا في المشاهد اللي هيشوفنا، عشان خاطر هو بيقلد اللي احنا بنعملوه. فاي حد صاحب منصة، العلم اتطور وبلغ اوانه، وكل واحد فيني له هدف وله رسالة في مكانه، يعني أديها صح ونخدم البشرية به، لكل واحد يلتزم مكانه. كل سنة وانتم طيبين. ماله ما فيش داعي كوايا حكاية النهارده. الصلاة على النبي. السلام عليكم.